السلام عليكم. ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا كنت عاوز اتكلم معاكم النهارده في موضوع مهم جدا بالنسبه للركاب اللي مش عارف اقول ايه بصراحه. يعني اقول ايه؟ مستقصدين مثلا صرف التذاكر اللي على الشباك بتاع التذاكر. ما اعرفش هي ما تجيش غير كده. الراكب مصر ان هو يخليك تشك في نفسك. الراكب مشك الراكب مصر ان هو يخليك تشك في نفسك. يعني انا قلتها الراكب النهارده، قلت له انت هتخليني اروح اكشف والله العظيم انف واذن وحنجره. يقول لي هات مثلا تذكره ب 10 جنيه، ويرجع يقول لي لا انا قايل لك ب 15، انا بقول لك ب 15 يا عم والله انت قال ب 10. يقول لك انا بقول لك ب 15. لا اله الا الله. المهم قلت ممكن اكون انا اللي ما سمعتش. يجي الراكب اللي بعد منه والله زي ما بقول لكم كده، يقول لي تذكره مثلا ب 20، بقول لك تذكره ب 15. لا اله الا الله محمد رسول الله. بجد يخليك تشك في نفسك، والله العظيم يخليك تشك في نفسك. يا جدعان انت ليه بتعملوا كده؟ انتوا ليه بتعملوا كده؟ ليه قاصدينها مثلا؟ انتوا قاصدينها؟ يعني لو قاصدينها قولوا لي، الواحد يرتاح نفسيا يبقى عارف. انما تخيلوا الواحد يعني يفقد الثقه في نفسه كده بالطريقه ديت، يعني عيب. عيب. عيب وكل العيب يعني. ليه؟ تحس والله والله ما بضحك عليكم ان في تربية بينك وبين الناس دي. تحس ان انت راجل اسرائيلي يهودي قاعد على شباك التذاكر بتاع المترو، وهم ناس مصريين غلابه يا عيني، وانت اللي جاي عليهم، وانت اللي وانت. هو عشان المؤسسه الوحيده الحكوميه اللي انتوا تقدروا عليها فبتعملوا كده؟ قسما بالله العظيم ما تقدر تعمل كده لا في سجل مدني، ولا في مكاتب البريد، ولا في السنترال نفسه، ولا في الكلام ده كله. ليه انت بتعمل هنا في المترو الكلام ده؟ يعني ليه؟ انا عايز افهم ليه بتعمل كده هنا. يعني في طار بايد مثلا بيننا وبينكم مثلا، ولا اللي هو ايه؟ مش فاهم يعني. ما حد يفهمنا ليه كده يعني. فمش عارف بصراحة. لو في نقطة تانية برضو عاوز اتكلم فيها بالنسبة لأسعار التذاكر. انا يمكن حد كلمني في القناة كده، الحد ده من فرنسا. من فرنسا. تمام. عارف اسعار التذاكر وعارف كل حاجة عن المترو. يجي بقى الراكب على الشباك، يبقى معاه ال 15 جنيه في ايده. ال 15 جنيه حرفيا في ايده. عارفين ازاي في ايده؟ يعني 5 و10، ويجوا بقى تذكره ب 15. هي بكام؟ لا اله الا الله. طب يا عم انت عارف او انت عارفه ليه لازمتها؟ هي بكام؟ ايه لازمتها؟ انا عايز افهم ايه لازمتها. ايه الاستفاده من كده؟ انا عاوز افهم بس نقطه واحده بس. ايه الاستفاده من اللي انت بتعمله مع اللي قاعد على الشباك؟ انت بتضايقه؟ بتنرفزه؟ انت بتنرفزه مثلا؟ بتضايقه؟ يبقى معاك سعر التذكره. وحاجه تاني عشان برضو اوريكم ان هم يعني قاصدين الحاجه دي. تيجي مثلا واحده معاها 5 جنيه و3 جنيه فضه، يعني كام؟ يعني 8 جنيه. تيجي تقول لك التذكره ب8. هي بكام؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يعني يا بنت الحلال ولا يا ابن الحلال، انت معاك ال5 جنيه وال3 جنيه والتذكره ب8 جنيه، ايه لازمتها هي بكام؟ وايه لازمتها؟ خلص نفسك وامشي عشان تروح تلحق اذا كان شغلك او مصلحتك او مشوارك. ايه لازمته الشد والجذب معانا ليه؟ ليه الشد والمد مع الشباك التذاكر ليه؟ انا عايز افهم. يعني انت استفاد ايه من اللي انت بتعمله ده؟ ما انت لو تقول لي الاستفاده من اللي انت بتعمله ده انا هرتاح. انا كراجل قاعد على شباك التذاكر انا هرتاح. انما انت ليه بتعمل كده؟ يعني انت القصد من اللي انت بتعمله ده ان انت عايز تنرفزنا؟ عايز تنرفز اللي قاعد على الشباك مثلا؟ عايز تجيب له جلطه، ولا عايز تجيب له تشنكات، ولا عايز تجيب له ايه بالظبط؟ انا عايز افهم. يعني ايه الاستفاده من كده؟ انا مش عارف. فبصراحه حاجه بصراحه يعني تجيب شلل. يجيبوا شلل 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 شلل. اخلص مثلا الشغل واطلع بقى زي ما انا خلصت دلوقتي. انا عاوز اقول لكم انا مطبق قسما بالله العظيم. مطبق. انا شغال من 9 بالليل، الساعه دلوقتي 2 وحاجه. والله مطبق عشان اخد يوم راحه. عندنا هنا في المترو عشان تاخد يوم اجازه لازم تطبق مكانه.
طبعا لو بصيت له هتلاقي هي انت بتطبق 8 ساعات زياده وبتاخد ال8 ساعات ايه، راحه. فهنعمل ايه؟ ما باليد حيله. واحنا طبعا ما فيش حاجه تانية عشان نعملها، ومش بايدينا حاجه نعملها، فلازم نقول ايه؟ سمعا وطاعه. والحمد لله على كل شيء. فاحنا يعلم من ربنا احنا بنطبق وبيطلع عينينا وعين اللي خلفونا. فيا ريت تبصوا لنا بعين الرحمه، يا ريت تبصوا لنا بعين الرحمه. احنا ما بنأذيكوش في حاجه. وفي حاجه تاني، في ناس تيجي لك على الشباك التذاكر يقول لك يا بختك يا عم تقبض كل شهر، يا بختك بتاخده على قلبك قد كده، انت عارف. ما والله واحد قالها لي الاسبوع اللي فات، بيقول لي يا بختك بتاخد على قلبك قد كده. قلت له اه بجيب شوال واعبي واروح البيت وبتعالى خد لك شوال معايا. انتوا مفكرين ان الفلوس دي بتخش جيوبنا مثلا بناخد منها نسبه واحنا ماشيين مثلا ولا ايه؟ مش فاهم. احنا بناخد مثلا منها نسبه؟ والله العظيم ما بناخد منها اي حاجه، والله ما بناخد منها اي حاجه غير وجع القلب والقرف اللي احنا بنشوفه على الشباك، مش اكتر ولا اقل. والله مش اكتر ولا اقل. احنا بيطلع عينينا وعينين اللي خلفونا. فيا ريت تبصوا لنا بعين الرحمه. احنا يعلم ربنا انا قاعد على شباك التذاكر، طبعا الجو بقى عايز اقول لكم ما يطقش، ما يطقش الجو، نار نار على زيت حار يعني. ممكن تولع سيجاره من الشمس دلوقتي. فاحنا يعلم بنا ربنا، فالرحمه شويه في اللي احنا فيه. ولا هو مثلا نقول مثلا الحقد والغل مال الناس، قايل لك مثلا ده بيقبض على قلبه قد كده، ده بياخد له قد كده، قسما بالله العظيم ويمين يحاسبنا على ربنا. والله يا شباب عايز اقول لكم ان انا هتكلم عن نفسي. انا مرتبي اقل من اقل واحد شغال في اقل شركه. والله انا مرتبي اقل من اقل حد شغال في شركه صغيره. ايه رايكم بقى؟ عشان الناس مفكره ان اللي بيقعد على شباك التذاكر ده بياخد فلوس بيحطه في جيبه، او بياخد نسبه على الفلوس اللي هو ايه بيشتغل بيها، او بيبيع بيها تذاكر. والله العظيم ثلاثة. ولو عجزت اي حاجه على شباك التذاكر غصب عن بوزك بتدفعها. ولو في حد جرد عليك من المسؤولين وعندك عجز او زياده بتدفع العجز بتاعك حضرتك من جيبك، تمام، مشكورا كده زي الفل كده، وبتاخد احلى جزا اخر الشهر. فوالله العظيم احنا يعلم بينا ربنا. فما تفكروش ان احنا ياما هنا ياما هناك. احنا بيطلع عينينا وعين اللي خلفونا والله العظيم في الشغلانه دي. يعني كان في حد زمان قال لي ايه يا باشا، ده انت بتقعد على كرسي وانت بتعمل حاجه؟ هو ده شغلانه؟ هي دي شغلانه؟ قلت له تعالى اقعد على الكرسي مكاني. لما تتني كده على الشباك ما تبقاش واخد راحتك. هو الكرسي ايه غير انك تقعد بس؟ مش لازم تريح ظهرك؟ ظهرك ده بيبقى متني على الشباك، لان انت بتبقى مايل على شباك التذاكر عشان خاطر بتدي الناس، بتدي باقي بقى بتقطع تذاكر الكلام ده كله. فانت بتتعب، انت بتتعب. ده غير بقى المناهده مع الركاب. انت بتقابل الحرامي وبتقابل الكويس وبتقابل الضابط وبتقابل وكيل النيابه وبتقابل المتسول وبتقابل الشحات. انا عايز اقول لكم ان في شحات شتمنا على الشباك. شحات انا لسه مديله حسن اول امبارح، يجي يشتمني على الشباك وبقيت نص تذكره. وبالمناسبه بمناسبه النص تذكره، كبار السن بقى، كبار السن لما تيجي تقول له على البطاقه يا خرابي بيحصل. بصوا عايز اقول لكم الدنيا بتخرب. الدنيا بتخرب لما بتقول له على نص لما بيجي ياخد نص تذكره وتقول له هات البطاقه. والله حرفيا يا شباب الدنيا بتخرب. انت مش شايف شكلي عامل ازاي؟ انت ما عندكش دم، انت اهلك ما ربوكش، انت كذا 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 كذا، انت اللي شغالك هنا ظلمك، انت مش عارف. بيرص لك شويه بقى من اللي قلبك يحبه. طب ليه كل ده؟ ليه؟ انت راجل كبير. ما انت لو الشاب اللي قاعد او اي حد قاعد على شباك التذاكر ده قليل الادب وما عندوش ضبط النفس زينا هيقل منك. وانت راجل كبير، ليه تقل من نفسك؟ انت ليه تقل من نفسك قدام مثلا ما ممكن يكون شاب صغير اللي قاعد على الشباك؟ انت ليه تقل من نفسك؟ انا عايز افهم. قال لك هات البطاقه، وري له البطاقه. في ناس كتير والله يا جدعان، والله العظيم زي ما بقول لكم ما بيبقاش باين عليها، وبيبقى شعر ابيض ووشه مكرمش وما كملش 60 سنه. طب ما هو احنا بناخد جزاءات بسبب الكلام ده، ما هو احنا واخدين اوامر بكده.
لان احنا نشوف البطاقه، احنا واخدين اوامر بكده ان احنا نشوف البطايق، هو مش مزاجنا والله. طبعا والله العظيم احنا زي ما بقول لكم، والله زي ما بقول لكم، فيا ريت تبصوا لنا بعين الرحمه. احنا والله العظيم بنتعب تعب ما يعلم بيه ربنا. انت ليك عندنا ايه يا باشا؟ انت ليك عندنا تدفع حق التذكره وتاخد تذكرتك بس. ليه بقى الشد والمد معانا على الشباك؟ ليه احنا فينا اللي بيشتغل 32 ساعه، في اللي بيشتغل 16 ساعه، في اللي بيشتغل 8 ساعات. يعني انا عاوز اقول لكم 8 ساعات لوحديهم حكايه. الثمان ساعات لما بنشتغل على الشباك دوت بتاع التذاكر حكايه. مش حال بقى اللي بيشتغل 16 واللي بيشتغل 32، وبتشتغلوا بقى بص بقى اللي هو يا في دار السلام، يا في المعصرة، يا في الزهراء، يا في الملك الصالح، يا في ماري جرجس. طبعا كل دي مناطق عشوائية شعبية متنيلة بستين نيلة، كلها مسجلين. فاحنا بنتعامل مع عامة البشر. ثم خط المرج ده، خط المرج حلوان، العشوائيات كلها. يعني انا مثلا خط حلوان ده انا شايف لحد دلوقتي يعني منطقه زي منطقه المعصره دي ما فيش مواصله فيها غير هو المترو، الا اذا بقى تطلع بقى على الكورنيش بره، او مثلا الناحيه التانية ديت تطلع بقى على ايه، على طريق الاستراد اللي هو مصر حلوان الزراعي، مصر حلوان الصحراوي، حاجه زي كده، فبعيده. فما فيش مواصله غير المترو. فبتلاقي الامم دي كلها بتجيلك انت. ف يعني انظروا لنا بعين الرحمه، انظروا لنا بعين الرحمه، لان احنا يعلم بنا ربنا. انا واحد من الناس قسما بالله، قسما بالله، قسما بالله ويمين حاسبني على ربنا، انا شغال الساعه 10 بالليل. تعالى دلوقتي الساعه كام مروح؟ الساعه دلوقتي داخله على 3. تمام، الساعه داخله على 3. تمام معاكم. هاجي امتى؟ قسما بالله جاي تاني 10 بالليل. يعني يا دوبك هروح انام لي، يعني معايا 5 ساعات وايه، واللي هو ايه، مش هعرف اريح ولا اكل ولا اشرب ولا الكلام ده كله. تمام، وهرجع تاني ارد على الشغل 10 بالليل. فوالله والله والله احنا يعلم بينا ربنا، احنا يعلم بينا ربنا. فالرحمة شوية، يرحمكم ربنا. ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. طبعا معلش وجعت دماغكم شويه معايا، بس حبيت ادردش معاكم شويه. فما تنسوناش في اللايك الجميل، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس، اللايكات الحلوه بتاعتكم يا شباب بالله عليكم. وفي نهايه الفيديو اقول لكم هركب القطر اللي جاي دوت المكيف. يلا، السلام عليكم، مع السلامه.